السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا وصفة المورينغ كيما تاع المحلات. شفت بزاف فيديوهات وجربت بزاف وصفات ودايما تبقى لي طرية من الداخل، وانا نبغيها تكون ناشفة من برا ومن الداخل. على هذا ما تراطوا والو في هذا الفيديو، تبعوا كل تفصيل باسكو انا جربتها شحال من خطرة وكل مرة نكتشف حاجة تخليها ناجحة. نروحوا للمقادير بلا ما نطولوا اكثر. هنا راح نحتاج البياض، يعني المقدار تاع هذاك البياض او الكيلة اللي كيلتو بهذاك البياض يكون نفسه الكيلة تاع السكر العادي، وكيلة وداخرة تاع سكر الرطب. انا درت 4 بياض بيض. هكذا ما نعطيكمش بالميزان، حتى اللي ما يكونش عندها الميزان تخدم عادي. وزدت لها لافاني. انا 4 بياض بيض دار لي تقريبا شويه زياده على نص كاس. نجيب الغيسيبيون تاعي نحط فيه بياض البيض وبالكم الماء، باسكو اذا توشه شويه تاع ما برك موش راح يطلع معكم. انا هنا ضربته غير شويه ومن بعد زدت عليه لافاني. تقدروا ديروا رشه تاع ملح، هنا نسيتها. كي طلع لي شويه هذاك البياض بديت ندير في الكيلة تاع السكر العادي. هذيك الكيلة نقسمها على 3، كل ما ندير شويه نزيد نضرب مليح حتى يولي يذوب هذاك السكر. وتحسوا بلي كل ما راكم تزيدوا شويه في السكر كل ما راه يزيد يثقل. وكما قلت لكم من قبل لازم تصبروا عليه، ما تضربيهش غير شويه ومن بعد تحبسيه باسكو ماهوش رايح ينجح لك حتى يوصل لك لهذا القوام. راح نقلب لكم الغيسيبيون وشفتوا باللي ما تحرك فيه والو. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه نروح نجيبوا الكيلة تاع السكر الرطب. تقدروا تستخدموا السكر العادي، يعني 2 كيلات تاع سكر عادي. برك شويه السكر العادي باسكو هنا خلاص ديجا البياض راه جامد، يعني راه ثقيل، موش راح يذوب لنا فيه هذاك السكر العادي. شويه يبقى ماشي حاجه كبيره بصح شويه يبقى فيه هذوك الحبيبات تاع السكر. فمن الأحسن ديروا سكر غلاس ولا سكر الرطب في المرحلة الثانية اللي هي هذه. كما شفتوا كاين اللي في هذه المرحلة يديروا غير بسباتول، يعني يحركوا غير بسباتول. وانا نفضل تكملوا بالباتور، علاه باسكو راح يزيد يثقل اكثر. ونتبعوا نفس الطريقة اللي درناها في المرحلة الأولى، يعني هذه الكيلة تاع السكر الرطب نقسموها على 3، كل مرة نديرو شوية ونزيدو نضربو مليح حتى نكملوها كامل. سييت ما نحذف لكم والو، هكذا حتى تشوفوا الطريقة كامل من الصفر حتى التالي. هنا كنت مازال ما كملتش الكيلة تاعي كامل تاع السكر الرطب، برك حاولت نجيب كامل لا مورينغ في الوسط هكذا بيضرب لي كامل مليح وكملت الكيلة تاعي. ديجا شوفوا هنا مازال ما كملتش وشفتوا القوام تاعو كيف راه. ودوك نزيد نكمل السكر وراح تشوفوا كيف راح يولي. اذا ما يعني ما كانتش جامده بزاف، ما كانتش ثقيله، عرفوا بلي ماهيش راح تنجح لكم. زعما راكم حاسبين بلي خلاص وصلنا هنا اي خلاص راح تولي لنا ناجحه؟ لا لا لازم تكون طريقه الخدمه تاعها ناجحه وطريقه طيابها ناجحه. وهذا هو القوام تاعها، شوفوا كيف تولي. وهنا طبعا راح نحتاجو لابوش ادوي، بوغ سا اني نوريكم في ليدوي اللي عندي. هنا جايه وحده كبيره وحده صغيره نفس الشكل، انا اخترت الصغيره. جبت لابوش ودرتها في هذا الطاس باسكو باه تساعدني كي نحط لا مورينغ. وخليت شويه في الغيسيبيون هذيك باه نزيد عليها كاكاو، وكنت راح نجربها لاول مره وفينالمون خرجت بنينه شويه تنقص الحلاوه. وهنا راني نشكل فيها. حاولوا كي تخدموا بلابوش ما تضغطوش ما تهبطوهاش كامل لتحت باه يخرج لكم الشكل تاعها. وهي اصلا كي تكون جامده تخرج لكم، صالو كان تضغطوا عليها مش راح تخرج لكم الشكل. وسيو ما تكبروهاش بزاف في الطياب باسكو كل ما تكبروها كل ما راح تديلكم وقت كبير في الطياب. انا ديجا بهذا الشكل يعني ماشي كبيره بزاف، ما تشوفوش في الكاميرا تبان شويه كبيره،
ادات لي ساعة ولا اكثر. وهنا كما راكم تشوفوني نشكل في حبات هكذا صغار، وهذوك اللي طابو بالخف ما داوش بزاف الوقت. تبعوني مليح في الطريقة تاع الطياب تاعها، باسكو اذا ما نجحتوش فيها ماشي راح تنجح لكم. ليسونسيال نتوما سخنوا مليح الفرن تاعكم. قبل ما تبداو تخدموها خلوه يسخن وانتوما راكم تخدموا فيها. ومن بعد كي تجوا تحطوا السنيوه تاعكم نقصولو كامل في الطرف. السنيوه ما نحطوهاش كامل تحت، يعني قريبه للنار، نديروها في الوسط. ومن بعد نغلقوا عليها واحد 10 دقائق ربع ساعه هكذاك. نفتحوا الفرن الباب تاعو، نخلوه مفتوح حتى طيب. وكي توصل 30-35 دقيقة هكذاك، شوفوا لها، يعني ما تخلوهاش تحمر من تحت. كي تشوفوها نشفت من تحت اشعلوا لها من الفوق، ومن بعد هبطوها كامل لتحت حتى ما توشيهاش النار وما تحمرش. نزيدوا لها هكذاك حتى تقفل واحد الساعة ولا ساعة وشي. ليسونسيال كل واحد على حساب الفرن تاعو. كي تلقاوها باللي نشفت من الفوق، كي توشوها تصيبوها نشفت، جربوا خرجوا حبة. اذا درتوا حبات صغار رايحين يطيبوا بالخف ما يدوش الوقت. اذا درتوا كيما انا خلطوا الحبات الصغار مع الكبار، كي يطيبوا هذوك الصغار نحوهم وخلوا الباقي يطيب. والنصيحة لامورين كي تكون في الفرن ما تعرفوهاش اذا طابت ولا لا. انتوما كي تشوفوها باللي نشفت من الفوق ومن تحت، خرجوا حبة وشوفوها، خلوها مام با دقيقة ولا تبرد. كي تحلوها تصيبوها ناشفة من الداخل، خرجوا الصينية تاعكم. باسكو هي كي تكون في الفرن تكون طرية، ما متوشوها ولا تكسروها تبقى طرية، غير تخرجوها تشد روحها. على بالي هدرت بزاف، بصح كان لازم نعطيكم كامل التفاصيل اللي تخليها تنجح لكم. هنا هذيك لاميرينغ اللي بقات لي زدت عليها مغرف صغيرة تاع كاكاو بني وخلطها غير بلا سباتول. ودرتها في لابوشادوي وشكلتها كما وريت لكم في الاول. وهنا كما شرحت لكم في الاول، تخلوها في الديبي واحد 10 دقائق ربع ساعه مغلوق الفرن، ومن بعد تفتحوه وتخلوها هكذا حتى تطيب. يعني على راحه هذاك النهار لازم ما يكون عندك والو اللي يعني حاجه طيبيها في الفرن ولا. وهذه هي النتيجه بعد ما طابت لي. ديجا هنا مازالت في السنيوه، وكاين هذوك الحبات الصغار نحيتهم باسكو طابو هما الاولى، و راهي ناشفه من الداخل. والنصيحه بعد ما طيب لكم في هذيك اللحظه، هي بالخف تبرد غير تخرجوها تبرد، في هذيك اللحظه ديروها في البورتمونجي ولا في الساشي، باسكو رايحه ترجع لكم يعني تتلصق وطبعا تطرى. وهذه هي تاع الشوكولا بعد ما طابت. شوفوا يعني ناشفه من الداخل من برا. برك كما قلت لكم لازم تخزنوها. اذا خليتوها برا ولا ما غطيتوهاش وما ديروهاش في طبسي وتغطوها بالسيلوفانه، نفس المشكل. ديروها في ساشي وغلقوا عليها، ولا في بورتمونجي وغلقوا عليها. المهم ما يتوشيهاش كامل الهواء. هنا ديت لكم هاد الحبه قسمتها حتى تشوفوا باللي راهي ناشفه من الداخل. هذه تاع الشوكولا، وشوفوا تاع فاني ناشفه من الداخل كما راكم تشوفوا. وبالكم تجربوها ما تعاودوش ترجعوا للفيديو تكتبوا لنا لي كومونتير باللي نجحت لكم. وعلى بالي باللي لو كان تجربوها بهذه الطريقه وبنفس التفاصيل اللي شرحتها لكم، على بالي راح تنجح لكم 100%. وراني عطيت لكم كل شيء بالتفصيل، وراني هدرت بزاف باسكو كان لازم عليا نشرح لكم كل شيء بالتفصيل هكذا حتى تنجح لكم وتخرج لكم كما تاع المحلات.